هاي، السلام عليكم يا قوم. اوكي صح. كيفكم؟ اليوم جاي احكي لكم عن ابشع دراما بالسوشيال ميديا. اي نعم، اكيد زر القميص اللي هو من وراه الناس عم تختار الدنيا عن الاخره. قربنا نوصل 500 مشترك، حبيت اذكركم بس اشتركوا وصلونا 500 مشترك عشان بس نسميها الهاي الحلوه، او اذا بدكم بنبيع بسوق الجمعه. قرار الكم. انتشر له هذا الفيديو على تيك توك. قميص فريد من نوعه، فانت شالح اثنين منهم، يعني انت شالح 40% من قميصك. اوه، كأنه عمر ضعفان. لا خلينا نتأكد بس شوي. ايه ضعفان. شو فايدة انك تلبس؟ شو فايدة انك تلبس؟ اوكي، عمر هون كان عم يحكي عن موضوع انه شو فايدتك انت عم تلبس قميص مكون من 4 زرار او 5 زرار وانت عم تشلح منهم اولموست 3 زرار. حلو؟ 40% من القميص شالحه، 40%، يعني احنا عم نحكي تقريبا نص القميص شالحه، يعني هو مشلح بنسبة 50%. راضي عن نفسك، راضي عن نفسك. بعد ما نشر هذا الفيديو عمر حرفيا اجى عليه كمية هجوم مو طبيعية. برو ليش؟ فاتح زرار قميص. طلع تصميم حب او تصميم انه فان. انا عبالي متمسخر بس الفيديو حلو. عمر ابو الرب يوصل رسائل خفية انه ماسوني ويعبد الشياطين. اوكي انا بس تحمست شوي. فلوس عشان هاي الشغلة، وبحتاجهم الفلوس كان، بس قرر يحطون بهاي الشغلة عشان عمر تمنيلاته كلها شياطين رون، ما بعرف ليش، بس هذا ما دخل بأم الماسونية. عمر كان وقت عم يعمل تمنيل، فشي طبيعي فوت على جوجل ويكتب قرون شياطين بيطلع له اكزامبلز، واكيد رح يطلبوا خلفية بيضاء عشان يقدر يقصها من الخلفية. شكله لما كان عم بيحكي الستوري كانت عاكسة الساعة على خلفية الكمبيوتر. هون الناس صارت تقول اوه عمر بيعبد شياطين، اوه عمر ماسونية، عشان كونه يمكن عمر كان ينتقد هدول الناس. صور عمر ايام الجاية بعد ما شاف كلامنا عنه. أين حجابك يا أختي؟ رمز العفة والطهر، ما كان جمال لولا فحجابك معنى البشر أختي. جايز خلينا نتفق عن شغله واحده بس، الزلمه حرفيا فتح زر قميص. اوكي ليش هيك مكبرين الموضوع؟ حجبتوا له الزلمه وهو قاعد ببيت. اوكي خلينا نشرح اكزامبل تاني صغير. نحن كشباب حلو لحنا عورتنا من السره لتحت، فمبدئيا اذا بس فتحنا زرين ما بتعتبر عوره. حتى لو فتح زرين هذا مش يعني نختار الدنيا مبدئيا. وحرفيا الزلمه عنده الحق الكامل انه يفتح زرين، لانه درجه الحراره حاليا بتقتل بشكل مش طبيعي. انا كعايش وحده من دول الخليج درجه الحراره عندي 50. تعرف يعني 50؟ انا مو بس بدي افتح الزر، بدي افتح القميص كله. كيف هو اذا مثلا عايش بالاردن درجه الحراره عنده 30 الله يساعدهم، يعني هو يعني منطقيا عنده الحق الكامل يفتح زرين من قميصه، حتى لو كانت فيديوهاته عادي الدنيا شوب موت. الزلمه معه كل الحق. اوكي لا تجي تهاجموه وتقولوا له عمر اختار الدنيا، الجنه غاليه، فتح زر قميص، يا الهي. الصراحة عمر ضعفان. ايه ضعفان على الابد. جميل يا ريتني ظل. هذا على فكرة بولو شيرت مش قميص. فمنطقيا شيء طبيعي يكون مفتوح الزرين. انا لسه حاسس حالي غبي قاعد عم بعطي ردة فعل على زر قميص. الوضع صار مشوك بأمره. عمر لا الهات جايز، بتمنى تكونوا تعرفوا كيف تعملوا عن شغله دراما، اوكي مش على زر قميص. عن جد كنت تعملوا مشكله بالتيك توك اعملوا على ناس تستاهل، لانه عن جد هالايام بتطلع ناس عم بتصير جدل بطريقه مقرفه، عن جد بطريقه مقرفه بس ليجيبوا فيوز. انكم تستغلوا ناس على كلام كانوا يقولوه قبل وصاروا يعملوا هلا بالحاضر، وهذا الشيء اصلا ما بيكون قريب على الواقع، بتطلعوا تعملوا عليه دراما. مش منطق. اوكي مش منطق يطلع واحد يعمل دراما على زر قميص، بنفس الوقت مش منطق يطلع الناس عم تعمل إثارة جدل وانتو حرفيا ما عم تطلعوا اصواتكم بالموضوع. اتمنى الناس تفهم انا شو قصدي. انا هدفي من هالفيديو بس يكون تسليكه مع الاسف، بس بوعدكم بايام الجاي اني صور فيديوهات احلى وافضل. بدي اذكركم خاوه وصلوني 500 مشترك عشان اسميها لهال90. بليز ما تنسوا تعملوا سبسكرايب ولايك وكومنت وشير وطلعوا الجواتي. بعرف الفيديو بيض لاني انا بيض. بشوفكم الفيديو الجاي. وعقان.